ابني بويا، أنا جبتك اليوم للبستان. خلي أعبر، اصبر. أعبر بويا، أعبر. بويا أنا جبتك للبستان. هذا البستان كله راح يصير لك، بس مو هسه، من تكبر. أنا كبير وباكر عقبه رايح الدار حقي، فأريدك بويا دير بالك على البستان وما تعارك أهل المنطقة. هاي قاعتة كلها لك، ما وصيك يا بوي. بويا وراح اقول لك سر ما قايل لك اياه من زمان. بويا انا بيا مرض ومريض وراح اموت بويا، جزء لو هالشهر الدكتور قال له جزء الوراء، وبعد العلم عند الله. بويا راح اموت. بويا شو اسوي بعد؟ هذا امر وجبري لله، هذا مكتوب لي، فانا ما قلت لك. فاليوم بعد هو المرض يخوف، وانا خاف اموت الساعه وانت تقول ابوي ليش مات. عمي انا مريض وبيا مرض بقلبي. ابويا انا قلبي يوميا يوجعني، ايش قد رحت الدكاتره وانت ما تدري، وعالجت وما فاد. الدكتور قال شهر زمان وتموت. قول لي بغداد. اي هاي روحاتي كلها لبغداد بويا على مود العلاج، فانا وصيتك اريدك انت اللي تاخذ القاع من بعدي، وانت اللي تحافظ على الديره بويا، وانت اولاد عمك. ابوي انا بعد صغير. اولاد عمك ترى ما يردون لك الشيخه، لان الشيخه هي الي انا الشيخ، فمن مد راح اموت اني باكر عقبه اولاد عمك يجون يطالبوا لك يقولوا لك انت صغير مو ماشي تصير شيخ. لا فابويا ابوي اصير واصلا ما اعلمه. ابويا انا راح اعلمك عادات الشيخه. ابويا راح يودوك للفريضه، الفريضه اللي تعرفها احنا اللي نروح يمه دائما كبيرنا، راح يودوك للفريضه انت واولاد عمك، وراح يسالك الفريضه يقول لك شنو امس وشنو اليوم وشنو باكر. قل له امس كان ابوي، واليوم اني، وقل له باكر يصير ابني. ولا سالك الفريضه مره ثانيه وقال لك لا انطيك الفنجان واريدك لا ترجع لي إياه فارغ ولا تشربه، شو تقول له؟ قل له قهوتك على راسي وتجيب الشفيه مالتك وتمسح الفنجان. من راح تمسح الفنجان قل له قهوتك على راسي. هذا لغز، هاي الشيوخ يسالونه، فمن هيك راح يقول لك انت راح تصير شيخ. ولا قال لك اكثر حليب شربته بطعم قل له حليب البارود، راح يقول لك اطيب حليب قل له حليب البارود. فابني من هيك راح يقول لك انت تصير شيخ. هذول اولاد عمك ما يحلون هذا اللغز، انا ادري بيهم، فاريدك تتعود. صار ابني؟ انتظرونا، هاي ان شاء الله كواليس فيلم جديد ان شاء الله قريبا. هاي كواليس وقصه واقعيه راح تليق اعجابكم، تحكي على الشيخه وتحكي شلون هذا صغير واولاد عمه راح ياخذون منه الشيخه.